جزيرة ترى أبطت، هي من أجمل 10 جزر في العالم، ما دخلها تقنية، ما دخلها تطور، والله مناظر طبيعية. بغيت أقول وجهين تفتح النفس، بس والله ما في وجهين تفتح النفس. أول 3 ساعات وأنت في الجزيرة تكفى لا تحكم عليها، لأن بيركبونك في سفينة، ومن السفينة يركبونك في دنة وشناطك على ظهرك، تحس إنك مهرب. إذا رحت للديمول هذا بعلمك حاجة بس عشان ما ترتاع يعني، بيطلع لك واحد اسمه أبو طارق عود، بيطلع لك كذا وجهك يمسك غصب يدخلك محله. هذا مطعم خليجي، اي خليجي شوف مسك زي كذا جرك يدخلك محل تاكل، يطمك على عينك، اكل لازم تاكل من عنده لازم. احنا الله يسلمكم احد ضحاياه، دخلنا المطعم غصب واكلنا. يقول لي 30 سنه في الفلبين، ويسالنا عن السعوديه والصار، ويبيك تعلمه والصار من 30 سنه تعلمه وانت تاكل. يعني تبدا له من تحرير الكويت، تقول والله تحررت الكويت وتبدا. وسمعنا نتكلم في الكوره، ودخل معنا في الكوره هنا، هو نصراوي متعصب ويناقش احنا عاد مستحيل نعلمه ماجد عبد الله قديعه الزل، وهذا سكتنا. نقول انك تغديت عند ابو طارق وطلعت، تركت مطعم ابو طارق على يسارك ورحت سيده، تلقى لك قبل لا توصل الشاطئ ورع لابس فينيله حمراء وسروال اسود. هذا اول ما تشوف الله يحييك التفت عليه مسك على اذنه على طول، لان اذا سكت له بيقول جحفلي ويضحك يلحق، لا تخطي خطاي وتضحك له، اي والله يلحق الرحله كلها، والله يتربع في صحنك وانت تاكل.